قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: يقال لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. هذا أيضا مما لا يقال بالرأي، وهذا الذي بالغ مالكا. رواه الطبراني متصلا مرفوعا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع النداء في مسجد هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إلا منافق. نعم. أن سعيد بن المسيب قال: يقال لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. ولهذا نقول هذا الحديث، هذا الأثر الذي وصلناه لكم يدل على منع من هو في المسجد أن يخرج من المسجد إذا أذن المؤذن. سمعتم حديث أبي هريرة عند الطبراني، وروى مسلم عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل في المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج الرجل من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا النظر أيضا فلأي شيء شرع الأذان. شرع الأذان للدعاء إلى صلاة الجماعة واستدعاء المسلمين إليها، فهذا الذي هو شعار الإتيان إذا سمع فأدبر وذهب وولى من سمعه، فظاهر أمره مخالفة المسلمين وتفريق جماعتهم، وذلك منهي عنه بالإجماع. ثم إن هناك شيء آخر، وهو أن هذا الذي يولي عندما يسمع الأذان يتشبه حينئذ بالشيطان، لأن الشيطان كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان أدبر وله الضرات، هذا ينقصه الضرات. نعم.